النهارده صاحبنا محمد عايز يتجوز على مراته زي ما اصحابه كلهم عاملين، وعلشان يعرف يقابل مراته التانية قال للاولانيه حبيبتي انا هفتح مشروع مزرعه حجوج واحتاج ان اسافر كل شويه للمزرعه واجي. طب المزرعه دي فين يا حبيبي؟ في الفيوم. وفضل على الحال ده كل شويه رايح جاي رايح جاي لحد ما مراته قالت له حبيبي انا عايزاك تاخدنا انا والعيال نروح نشوف المزرعه. المهم كلم صحابه وقال لهم انا اتورط اعمل ايه؟ قالوا له ما تقلق خد رقم ابو حامد وهو هيظبط لك الدنيا. اتصل بابو حامد قال له ايوه بكلمك من طرف فلان الفلاني. قال له ما تقلقش انت دورك رقم 15، لما يجي دورك هكلمك وادي لك العنوان وافهمك الدنيا، هتدفع بس في الاول كده 5000 جنيه مصاريف اداريه. قال له عينيا المهم ما تقفش. المهم ابو حامد ظبط الدنيا واداله العنوان اللي هيجي فيه. وصل محمد ومع مراته وعياله، وكان في واحد في المزرعه اسمه ادريس. المهم ادريس قال له اهلا يا باشا، العجول تمام واللبن تمام وكل حاجه زي الفل، عاوزين بس شويه علف للعجول علشان قرب يخلص. المهم قعدوا وكلوا والعيال شافوا المزرعه وفرحوا بيها وباتوا هناك. بالليل جه ادريس وماسك تعبانين في ايده وقال له دول يا محمد باشا اللي قدرت امسكهم من التعابين اللي حوالين الاوضه بتاعتي. مراته شافت المنظر قعدت تصرخ، قالت له انا مش جاي المكان ده تاني، روحني دلوقتي حالا. وبس كده. فاللي عايز رقم ابو حامد يكتب لي في الكومنتات.